هو ايه اللي بيحصل في أسوان بالظبط؟ معظمنا جات له مسجات تحذيرية ان محدش يشرب من مية الحنفية الفترة دي خالص، ونبهوا على ولادكم وان مرض الكوليرا بدأ يظهر في مصر. يا ترى الكلام دوت حقيقة ولا اشاعات؟ خصوصا ان في امهات كتيرة مرعوبة لان الاخبار ديت ظهرت مع دخول المدارس. الحكاية كلها ان في اسوان تم رصد حالات لنزلات معوية شديدة بعد 4 ايام من المولد النبوي تقريبا، وكانوا في منطقتين محددتين بالذات. عدد الحالات اللي كانت مصابة بالنزلات المعوية 128 حالة، خرج منهم 22 حالة بعد تلقي العلاج، ولسه في عدد موجود في العناية المركزة. الكلام دوت بناء على التقرير اللي أصدره وزير الصحة دكتور خالد عبد الغفار يوم السبت، وأعلن أن التقرير النهائي علشان يأكدوا إيه سبب النزلات المعوية دي هيتم إصداره خلال يومين. يعني لحد دلوقتي احنا لسه مش عارفين ايه السبب. طب كده سواء الاخبار ديت اشاعات او حقيقه لا قدر الله، احنا في معلومات لازم نكون عارفينها ولازم ناخد بالاسباب ونعمل احتياطاتنا. تعالوا نعرف الاول ايه هي الكوليرا. الكوليرا هي مرض بكتيري، وهي مش موجوده من دلوقتي، دي موجوده من زمان جدا، وبروتوكولات العلاج بتاعتها معروفه. تتنقل بقى عن طريق الميه الملوثه او الطعام الملوث، او ان احنا اكلنا فاكهه وخضار وما غسلناهمش كويس. اهم اعراضها ان يكون في اسهال مائي عامل زي ميه الحنفيه، بيسموه اسهال ميه الرز. نتيجه للاسهال الجامد قوي دوت بيكون في حاله جفاف شديد واعياء، بيكون في قيء وغثيان وانخفاض في ضغط الدم وتشنجات والم في العضلات. المشكله بقى ان هو لو ما اتعالجش صح او تم اهماله بيؤدي لفشل كلوي قد يؤدي للوفاه لا قدر الله. وزارة الصحة أخدت عينات من 103 محطة لتنقية المية في أسوان علشان تحللها، كانت النتيجة إن العينات اللي أخدوها من 103 محطة سليمة وما فيهاش تغيير ميكروبي أو كيميائي. والفريق اللي طلع من وزارة الصحة علشان يطمن الناس اتصور وهو بيشرب من المية اللي أخدوها من العينات علشان يحللوها علشان يطمنوا الناس أكتر. احنا اللي يهمنا ان احنا ناخد احتياطاتنا، سواء الأخبار ديت بقى إشاعات أو لا قدر الله الأخبار ديت حقيقية. أهم حاجة ان احنا نركز مع الأعراض. لو لقينا في الفترة ديت بالذات إسهال مائي نتوجه للصيدلية أو نتوجه للطبيب علشان يوصف لنا أدوية نعالج بيها الإسهال دوت ونوقفه. ولازم نعوض السوائل المفقودة من جسمنا علشان ما نوصلش لحالة الجفاف الشديد. لو الأدوية ما وقفتش الإسهال لازم نروح للمستشفى ساعتها فورا. احنا في الحالة ديت هنحتاج نعلق محاليل. الاحتياطات اللي احنا هنعملها ان احنا هنشرب مية معدنية. طب اللي مش هيقدر يشرب مية معدنية يجيب مية الحنفية ويغليها وبعد ما تبرد يشرب منها. طب بالنسبة لمية الفلاتر هل تمام؟ لا مش تمام. حتى لو كان فلتر 5 مراحل 7 مراحل، الفلاتر دي وظيفتها ان هي بتشيل الرواسب، بتشيل الاتربه، بتحسن الطعم، بتحسن الريحه، لكن ما ثبتش خالص ان ليها اي تاثير ان هي تقتل البكتيريا او الفيروسات. لازم نغسل الفاكهه والخضار كويس جدا، ونغسلها بالميه اللي احنا كنا غاليينها وسبناها تهدى، مش هنغسلها بميه الحنفيه. نغسل الايدين كويس جدا، ويا ريت نمتنع عن اكل بره لان الطعام الملوث بقى كتير قوي. يا ريت قبل ما تسمعوا كلام من اي حد تشوفوا مصدر كلامه، لان بيبقى فيه رسائل كتيره بتكون مرعبه ومفزعه، ولو قعدنا نمشي وراها بنلاقي ان صاحب الكلام دوت ما عندوش اي مصدر خالص. لازم كل واحد يتقي ربنا في اي حاجه بيبعتها ويكون عارف مصدرها كويس قوي. وكده بدل ما احنا بنعمل اللي علينا وبناخد احتياطاتنا بنتاكد من مصادر الكلام، فان شاء الله خير.